بعد أداء اختبار كامبريدج للغة الإنجليزية يصبح وقت الحصول على النتيجة أمرا حماسيا. هنا سنشرح ماذا تعني هذه النتيجة ليتسنى لك فهمها بشكل أفضل. جميع معايير اللغة الإنجليزية متطابقة مع الإطار الأوروبي المرجعي العام للغات، وهو مقياس عالمي لقياس مهارات اللغة مقسم إلى 6 مستويات، ابتداء من A1 للمبتدئين في اكتساب هذه اللغة وصولا إلى C2 للمستوى المحترف. الإطار الأوروبي المرجعي العام للغات يصف ما يمكن أن يفعله دارس اللغة ل6 مستويات في كل مهارة من المهارات ال4 على حدة: القراءة، الكتابة، المحادثة، والاستماع. جميع المؤهلات تتوافق أيضا مع مقياس كامبريدج للغة الإنجليزية، كما تعطي المزيد من التفاصيل لتساعد الدارسين في فهم مدى التقدم الذي أحرزوه من مستوى لآخر. بعض مؤهلات كامبريدج للغة الإنجليزية لها إصدار للبالغين وإصدار آخر مكتمل لطلبة المدارس مصمم ليناسب أعمارهم. كلا الإصداران يقدمان المستويات نفسها، لكن الاختلاف يكمن في المحتوى المقدم في الاختبارات. كل من أدوا اختبارات المستويات من A2 Key إلى C2 Proficiency سيمنح بيان نتيجة متشابه، وإن تجاوزت أي من هذه الاختبارات بنجاح ستمنح شهادة أيضا. دعنا نتعرف على بيان نتيجتك. ستتسلم درجة منفصلة لكل من المهارات ال4: القراءة، الكتابة، الاستماع، والمحادثة، لتمنحك صورة واضحة عن أدائك في الاختبار. Use of English هي درجة إضافية تبدأ من المستوى B2 First وحتى C2 Proficiency. هذه الدرجات هي متوسط النتيجة النهائية لاختبارك. ستتسلم أيضا المعدل بالإضافة للمستوى الذي حققته. يتم الإعلان عن بيان نتيجتك عن طريق الإنترنت خلال 4 إلى 6 أسابيع من تاريخ أداء الاختبار الورقي، وخلال 2 إلى 3 في حال أداء الاختبار الإلكتروني. أسرع طريقة للحصول على نتيجة الاختبار هي عن طريق الاشتراك في خدمة النتائج الإلكترونية المجانية. تتضمن الشهادة نفس المعلومات المذكورة في بيان النتيجة، وسترسل إليك خلال 4 أسابيع من إعلان النتيجة إلكترونيا. والآن دعنا نراجع ماذا تعني هذه المعلومات الواردة في بيان النتيجة والشهادة. هنا لدينا مثال عن صوفيا. لقد تقدمت لاختبار First for Schools وهو موجه لمستوى B2. كل بيانات النتائج تدرج المستوى السابق والتالي في الدرجات، وفي هذه الحالة سيكون B1 و C1. بيان النتيجة يصف الأشياء التي يمكن للصوفية فعلها، وستتلقى درجة منفصلة لكل من المهارات الأساسية ال4 للغة: القراءة، الكتابة، الاستماع، والمحادثة، وكذلك درجة Use of English. هناك 3 معدلات للنجاح، وهي A، B، و C ابتداء من العام 2020. ويمكنك أن ترى هنا أن صوفيا قد حققت المعدل C. مقياس درجات كامبريدج للغة الإنجليزية يساعد الطلبة والمدرسين على لمس التطور في كل مهارة على حدة، ليصبح من السهل الوقوف على المهارات التي تحتاج إلى تطوير أكثر من غيرها. يمكننا أن نرى ذلك في نتيجة محمد، فهو أقوى في Use of English والمحادثة بخلاف مهارة الكتابة. وبشكل عام يمكنك أن ترى أنه أحرز معدل B في First for Schools. أما ساكيا فقد أحرزت معدل A في اختبار B2 First for Schools، بالإضافة إلى أن بيان النتيجة مع الشهادة يوضحان مستواها في اللغة الإنجليزية طبقا للإطار الأوروبي المرجعي العام للغات وهو C1. الطلاب الذين حصلوا على نتيجة أقل من المعدلات ال3 سيحصلون على شهادة تفيد بهذه الدرجة، هي B1 بمقياس الإطار الأوروبي المرجعي العام للغات. الطلاب الذين حصلوا على نتيجة أقل من هذه الدرجة لكنهم أحرزوا درجة أعلى من الحد الأدنى في كل جزء من الاختبار لن يحصلوا على شهادة، لكنهم سيحصلون على تقييم درجات في بيان نتيجة اختبار كامبريدج. في حالة First for Schools الحد الأدنى هو 122. إذا حققت المستوى الذي تريده في الاختبار يمكن لجهة العمل، الجامعات، أو أي منظمة أن تتحقق من نتيجتك إلكترونيا. شهادتك من كامبريدج إكزامز ليس لها تاريخ صلاحية، إلى أن الكليات والجامعات وجهات العمل بإمكانهم أن يحددوا المدة القصوى لتاريخ الحصول على النتيجة، فكن حريصا على التحقق من الشروط المطلوبة دائما.